يا أهلاً يا ولاد يا حلوين. أنا جدكم حكيم، وجيت لكم النهاردة بحكاية جديدة فيها عبرة وحب لمصر الغالية. يلا عودوا حواليا واسمعوا الحكاية معايا. في يوم من الأيام يا ولاد، كانت مصر بتعدي بوقت صعب جداً. في ناس حاولوا ياخدوا أرضها ويبعدوا أهلها عنها، لكن المصريين عمرهم ما بيرضوا بالظلم ولا يسيبوا حقهم. الجيش المصري كان قوي وشجاع، وكل جندي فيه كان بيحب بلده زي ما انتم بتحبوا أهاليكم، وكانوا مستعدين يضحوا بحياتهم علشان يحافظوا على مصر. وفي يوم 6 أكتوبر عام 1973 طلعت الشمس ومعاها الأمل الكبير. الجنود المصريين عبروا قناة السويس وعدوا خط بارليف اللي كان الناس فاكرينه مستحيل يتعدى، لكن بعزيمتهم وإيمانهم بربنا قدروا يكسروا كل الصعب ويرفعوا علم مصر من جديد على أرضها. المصريين كلهم كانوا واقفين مع جيشهم، الفلاحين والعمال والأمهات والطلاب، كل واحد بيخدم بطريقته، وكانت النتيجة نصر عظيم. مصر رجعت أرضها، وكل العالم شاف قد إيه المصريين أقوياء لما يتوحدوا. ومن وقتها يا ولاد اتعلمنا إن حب الوطن مش كلام، ده فعل وصدق ووقوف جنب بلدنا في كل وقت. وخلصت حكايتنا يا ولاد. لو عجبتكم القصة ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة عشان تتابعوا كل الحكايات الجديدة. أنا جدكم حكيم، وبحبكم كلكم من قلبي.